بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال في الساعة اللي احنا فيها دي. طبعا الجو بقاله كام يوم يعني، وبالذات امبارح والنهارده الجو برد جدا جدا جدا. وفي مطر بقى وفي هوا، الهوا نفسه يعني تحس ان هو كأنه تلج كده. يعني الجو فعلا اليومين دولت، يعني احنا قاعدين نقول من اول الشتاء مفيش مطر، والجو السنه دي زي كل سنه اهو جالنا الجو اللي احنا بنسأل عليه اهو. جه لحد عندنا برد بقى ومطر وهوا وكل حاجه. درجة ان الواحد مش قادر يعمل اي حاجة، ولا لا، الواحد يعني عايز يقعد كده في مكان ما يقومش حتى يعمل حاجة لنفسه يشربها ولا ياكلها. فمن البرد الساعة دي فعلا صعبة جدا جدا جدا. بتخلي الواحد مش قادر يعمل أي حاجة. فالمهم الجو النهارده بقى مطر عندنا خالص خالص، واحنا طبعا زي ما انتم شايفين المطر حوالينا جامد جدا، واللي نزل بقى في البلكونه غسلها وغسل الكراسي وكده. فلازم الروتين ان احنا نقوم ونمسح الكراسي دي، وامسح الارضيه والسلالم وكل ده. بمسحها وهي لسه مبلوله، علشان ايه؟ منها تنظيف. انا كده كده كان في نيتي امسحها من كام يوم، فقلت خلاص يعني بدل ما اضطرت بقى نشتغل الروتين بتاع الشتاء. يعني شتاء بره وجوه، احساسنا بره وجوه. طبعا بعد حبه الغسيل والمسح اللي انا عملتهم دولت، انا طبعا يعني صورت لكم مقطع صغير كده لكن هو كان كتير. فالمهم قلت بقى ندخل بقى نعمل لنا اكله كده تدفينا، اكله حلوه كده في الساعه اللي احنا فيها دي. فالمهم كان عندي حتة لحمة كده، وقلت اما اسلقها. طب هسلقها وناكلها شوربة؟ قلت لا، اما اعملها ايه؟ بالبصل، يعني طاجن كده في البصل، صينية بالبصل حلوة كده في الفرن، تاخد وش محمر، ونشغل الفرن كده في البيت يدفيه. فبقالي كام يوم ان احنا بنعمل بطاطس كتير، حتى ساعات نعملها مثلا في العشاء في الفطار. فقلت لا، مش كل حاجة بطاطس بقى، والخضار برضو. يعني قلت لا، اما اغير النهارده واعملها ايه؟ بالبصل. المهم جبت كمية بصل زي ما انتم شايفين، ورحت مقطعاها رباع رباع، لان انا عايزاه البصل يكون ماسك نفسه، لان ده هيكون يعني ايه؟ ده الخضار بتاعنا اللي هنغمسه بالرز. بيبقى مسكر وبيبقى طعمه حلو قوي، واللحمه نفسها بتبقى حلوه وبالذات بقى ما تبقى مستويه قوي كده بتبقى جميل. فزي ما انتم شايفين انا هبدأ بقى اشوح البصل ده لحد ما يدبل في حبة زيت على النار. كل شويه كده هديله تشويحه واقلبه لحد ما يعني الاقيه دبل بقى. هو دبل بس، لكن لا هياخد لون ولا هيستوي ولا اي حاجه. واللحمه طبعا انا سلقتها السلق العادي خالص بتاع اللحمه. فهروح جايبه بقى اللحمه، واروح نازله بيها فين؟ على البصل ده. اه زي ما انتم شايفين. يعني اقول لك مثلا ما استواش، لا ده هو طلع بس الريحه بتاعته كده وخد لسعه خفيفه. هبدا بقى اجيب كميه اللحمه بتاعتي، وهروح حطها في البصل دي. وابدا برضو اشوح. يعني بعد هي بتعتبر مستويه، يعني ما هيش مثلا ما هيش مستويه، لا هي مستويه حوالي 90% كده. بتكمل سواها بقى في البصل بقى والصلصه بقى وكده. الصوص نفسه بيبقى طعمه مسكر، وتبقى طعمها حلو قوي، وتبقى طالعه من الفرن كده سخن. فالمهم بقى بعد ما نزلت باللحمه كده، هروح بقى اديها تشويحه حلوه قوي. يعني برضه هفضل اقلب فيها شمال وفي يمين كده كده، لحد ما اللحمه برضه تاخد من ريحه البصل، ومن لسعه الزيت ومن لسعه الصينيه يعني. وبعد كده اروح عامله شفشق طماطم عصير. مش صلصه ولا حاجه، لا شفشق عصير طماطم عادي خالص. هروح ضرباه في الخلاط، واروح جايه حطها على البصل واللحمه دي. بعد ما احطه بقى برضو بديله تقليبه حلوه قوي. ولو حسيت ان الطماطم قليله بروح مزوده شوربه، وبروح بقى مبهرها. بحط كزبره ناشفه، عندي 7 بهارات، حبه فلفل اسود، حبه شطه. بظبط الملح طبعا يعني الملح اللي احنا بنحبه، يعني بنحبه دلع مظبوط كده. وبروح حتى كمان معلقه سكر، وبروح اسيبه كده بقى، واروح اقعد بقلبها هي زي ما انتوا شايفين. انا كده بقى بجهزها ان انا ادخلها الفرن بقى تتكتك كده مع نفسها. بشغل الفرن وبشغل الشوايه، بتاخد لون من فوق، وبرضه بتكمل سوا، وبتاخد تكمل سوا في الفرن. وبقى كده ببهر زي ما قلت لكم، كزبره، كمون، فلفل اسود، 7 بهارات. البهارات اللي موجوده عندك حطيها. وطبعا بقى بسيبها كده، وبروح مقطعه بقى على الوش كده طماطمايه
بروح مقطعها شرايح كده ورصها عليها، بتديها شكل حلو قوي. الطماطم دي الوحيده بتتاكل كده، بتبقى طعمها حلو قوي، تبقى مشويه من الفرن، تشوي من الشوايه. وهروح برضو مقطعه فلفل قرن فلفل اخضر كده حراق، واحطها على انه يدي طعم بس، لكن ما يبقاش مشطشط. فبعد اهي زي ما انتم شايفين كده الطماطم الحلقات دي بتبقى حلوه قوي قوي. انا كده في الوقت ده ببقى مجهزه الشوايه، مشغله الشوايه يعني، ومشغله الفرن بيبقى سخن، بروح منزلها من على البوتاجاز مدخلها الفرن. القرن الشطه ده بيبقى طعمه حلو قوي قوي، وبيبقى بيخلي كده الواحد. بس انا عندي في البيت ما بحبوش الحاجه المشطشطه، فانا بعمل حاجه بسيطه تدي طعم بس. ورحت مدخلها الفرن بقى تتكتك كده مع نفسها. طبعا الفرن شغال، وبدل ما هطفيه مثلا وكده قلت اما اعمل حاجه حلوه. فكان عندي نص كيلو كنافه، نص كيلو بسبوسه، او زي ما انتم شايفين. قلت اعمله، والحمد لله جيت ادور عندي كده لقيت عندي حبه لبن. قلت خلاص يعني انا ما كنتش عامله حسابي، اما لقيت الفرن شغال قلت اما اعمل حاجه حلوه اشوفها يعني. انا كان فاكره ان انا عندي نص بسبوسه، فرحت جايباه ورحت حطاه كده، ورحت حطاه له رشه بيكنج باودر على النص كيلو. لو عندك بقى جوز هند حطي، لو عندك زي حطي بقى اللي انت حباه. فدلوقتي بقى انا بحط نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، بروح حطهم على بعضهم كده، واروح بحطهم على النار على ان السكر يدوب والسمنه تسيح. يعني مش هقول لك يسخنوا ولا يغلوا، لا، احنا عملنا البسبوسه قبل كده كذا مره مع بعض، والحمد لله انا بعملها يعني ما شاء الله عليها، بتبقى ريحه وطعم وطريه ومرمله، وبتبقى زي الفل بسم الله ما شاء الله. فزي ما قلت لكم نص كيلو دقيق، عليهم نص كيلو، نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، ونص كوبايه زيت. وبعد ما لفيتهم بقى كده والسمنه ساحت والسكر داب، بروح مقلبه كده بالمعلقه عشان البيكنج باودر يبقى ممتزج كده مع البسبوسه الدقيق. وبروح نازله بالكميه بالسوائل بتاعتي، وبروح هاتيها تقليبه. وبكون مجهزه صينيه برضو، بروح دهنها زيت، عايز تدهني سمنه دهني، عايز تدهني طحينه دهني. انا دهنتها زيت سريع، ولسه مش هسيح سمنه وما اعرفش الزيت حلو. وفي نفس الوقت الزيت برضو في الساعه اللي احنا فيها دي بيخليها ما تجلدش قوي وتمسك قوي، لان السمنه بتخليها تمسك في الساعه اللي احنا فيها دي. هبدا بقى اروح نازله بالمقدار بتاعي ده في الصينيه بتاعتي، والفرن طبعا شغال. اول ما اروح مطلعه صينيه اللحمه بتاعتنا، بروح مدخله مكانها صينيه البسبوسه. بس بطفي الشوايه طبعا، ما بشغلش الشوايه، بيبقى الفرن بس، وبروح مطفيه الشوايه، هي بتتحمر كده من نفسها من غير شوايه. بروح نازله بكل المقدار، واروح بقى فرداه في الصينيه كده، وعاكيه للصينيه خبطتين محترمين، علشان يبقى لو في حته عاليه من مكان او واطيه من مكان او كده، لا، يبقى كلها نفس يعني نفس السمك بتاعها، ما تبقاش عاليه من مكان وتخينه من مكان، او حته صغيره، لا. زي ما انتم شايفين. وكان عندي بقى حبه سوداني كده متقشر، قلت ما اجيبه بقى وارصه بقى يبقى البندق الكذاب بتاعنا. بس لقيت ان هنا وانا مفرداه كده، لا، لقيته مش حلو، ورحت جايبه بقى حبه كده ورشاهم فين على الوش. برضو كان طعمه حلو والله، وشكله حلو، وعطي طعمه وشكله وما شاء الله. يعني ما احناش هنقف بقى على البندق والحاجات دي، لا. وبروح بقى موقفه امير بيعمل اضافه فبروح جايبه المعلقه وماشيه كده على السوداني، على ان انزله في البسبوسه في العجينه، يعني يلزق فيها كده بدل ما يبقى على الوش وكده. بعد كده بروح بقى واخداها وهي بتشوفوا شكلها عامل ازاي. شكلها اصلا من وهي لسه ما اتخبزتش تحس ان هي ناجحه ناجحه يعني. ده بقى صينيه اللحمه بتاعتنا، عملت معاها رز ابيض، وطبعا في شوربه لان سلق اللحمه، واتغدينا واتفينا والحمد لله. وما هوش كده بس، قلنا نحل كمان. شوفي صينيه البسبوسه طلعت معانا اهي، ما شاء الله، واللون ده من غير ما اشغل الشوايه. والشربات طبعا سخن. الشربات انا ببقى عامله كتير شربات، ولفظ عندي بحطه في التلاجة. فشوفوا هي ساعة ما بنزل عليها الشربات بتشربه ازاي وبالتكتك، ده دليل ان البسبوسه ناجحه. اول ما تبدا تشرب معاك الشربات بالشكل ده، اعرفي ان هي نجحت معاكي. بس طبعا الفول السوداني عام على الوش، بس بعد كده رجعت ظبطته تاني كده على ان كل قطعه يبقى فيها حبه. انا مانيش عارفه هو عامل ايه، بس يمكن بعد كده المره الجايه هبقى احاول ادهنه زيت او حاجه، او يعني احاول الزقه كده، يعني ادخله تحت خالص انزله يعني.
اه، فانا بقعد احط لها بتاع الشربات بتاعها لحد ما تشرب كل الكميه اللي انا حطيتها. الحمد لله شربتها، وبروح مغطياها كده وبسيبها لحد ما تبرد خالص وتهدى، وبرجع اقطعها. تقطع لك حته كده مع كوبايه شاي سخنه، يعني شوفي شكلها بعد ما الشربات ما شربت الشربات. والله وشوفوا القوام بتاعها ومرملة وطرية وريحتها حلوة قوي. ودفينا البيت وعملنا حاجة حلوة في البيت، واحنا عارفين طبعا البسبوسة الأيام دي بقت بكام والكنافة بكام، واحنا داخلين على شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ف يعني ما نعمل نص كيلو بسبوسة كده لينا وكلنا احسن ما نشتري من بره. شوفوا شكلها عامله ازاي، والحرف بتاعها متحمر وما شاء الله جميله قوي قوي. يعني جربوها واعملوا الحاجات دي في البيت، واحنا داخلين طبعا زي ما قلت لكم على رمضان. كل يوم كده نعمل حاجه حلوه بدل ما نشتري ولا نقول بره الاسعار وكده. فنحاول يعني اللي بره غالي نحاول نعمله فيت، وبقلل المقادير وبقلل التكاليف، يعني ما نأزمش نفسنا ونوقف عليه. شوفوا شكلها عامل ازاي، والله يعني فعلا ما شاء الله جميلة جدا جدا. شوفوا شكلها في الصينية عامل ازاي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.